اهلا بيكم في حلقه جديده من ترندات وبس. مع اول يوم في امتحانات الثانويه العامه 2025 انفجرت السوشيال ميديا بخبر بيقول ان وزير التربيه والتعليم محمد عبد اللطيف اتعزل من منصبه. الخبر انتشر زي النار في الهشيم، وبدات الناس تسال هو بجد الوزير اتشال وايه السبب وليه دلوقتي بالتحديد. اللي حصل ان في مجموعه من المحامين قدموا دعوه رسميه في محكمه القضاء الاداري بيطالبوا فيها بعزل الوزير محمد عبد اللطيف رمضان من منصبه، وده بحجه انه غير مؤهل وانه زور مؤهلاته العلميه، وكمان عنده سوابق جنائيه على حسب كلامهم في الدعوه. المحامين اللي قدموا الدعوه بياكدوا ان تعيينه اصلا كان مخالف للدستور والقانون، وان عندهم مستندات بتثبت كل ده، بس لحد دلوقتي الموضوع في المحكمه، ومحكمه القضاء الاداري اعلنت انها هتاجل النظر في القضيه ليوم السبت 21 يونيو 2025. وطبعا وسط الضجه دي الناس اتقسمت لنصين، ناس شايفه ان الوقت مش مناسب خالص للكلام ده، خصوصا مع انطلاق امتحانات الثانويه العامه واللي بتعتبر اهم مرحله في مستقبل اي طالب، ومش ناقصه توترات اكتر من اللي هم فيه. وفي المقابل في ناس شايفه ان دي فرصه لتصحيح اوضاع غلط، وان الوزير ده من اول ما مسك بيصدر قرارات عشوائيه ومش مدروسه، وده زود المشاكل في التعليم اكتر ما هو منهار اصلا. وفي وسط كل ده الطلاب واهاليهم مش عارفين يركزوا في الامتحانات ولا يشيلوا هم مستقبلهم، ولا الوزاره هي المفروض اللي تبقى سند ليهم في الوقت ده. يعني باختصار احنا قدام قضيه لسه المحكمه ما قالتش كلمتها فيها، لكن الجدل فيها لسه شغال، والكل مستني 21 يونيو يشوف ايه اللي هيحصل. وفي النهايه قولوا لنا بقى في الكومنتات، هل شايفين ان فعلا لازم الوزير يتشال، ولا الاهم دلوقتي هو استقرار الطلبه والامتحانات؟ وما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب لقناه ترندات وبس علشان يوصل لكم كل جديد اول باول، واشوفكم ان شاء الله قريب في فيديو جديد. سلام.